واحد. من جديد احمد علي بيشتت على طول في المهاجم قدامه. احمد علي من تاني استخلاص يا شباب، خلصوا الموقف هنا. تاني من جديد تحضير، فرصه للاستخلاص، فرصه 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 فرصه. هدف اول، هدف اول. عملوها بالثقه، عملوها بشكل اكثر من ممتاز من اللاعب الايطالي دوناتي بعد 38 دقيقه. ادي ماكدونالد لاعب الاسترالي اللي قلت لحضراتكم عليه، لعيب عنده 26 سنه، لعب لنادي ساوثهامبتون الانجليزي، لعب لبورتسموث، عنده 51 مباراه في 93. والهدف الثاني، الهدف الثاني 2-0 بتوقيع الاسترالي ماكدونالد. 2-0. خساره للسوبر في افتتاح الموسم امام حرس الحدود، مباراتين من اقوى واهم واجمل ما يمكن امام سيلتيك الاسكتلندي وبرشلونه ان شاء الله. ادي تمرير اماميه، مفيش اوفسايد، خط الظهر واقف غلط، وهدف ثالث. هدف ثالث بقمه الهدوء، بقمه الثقه، بقمه التأني. مالوني لاعب المولود في ماليزيا، تغييرين لمنتخب للنادي الاهلي. شوف، حاسين ان الاهلي بيمثل منتخب مصر، بيمثلنا كمصر. طلعت لوحدها والله. محاوله من تاني جابها شمال، بدات تشتغل من جديد، وهدف رابع. مش ممكن، هدف رابع لنادي سلتيك بكل هدوء بكل ثقه. ماكدونالد اللاعب الاسترالي حطها برجليه وكانه حاططها بايديه. الاهلي اللي فيه 3 ارتكاز، فين شبيطه وفين احمد فتحي وفين حسام عاشور، فين التصويب والرابع. هذا الهدف الخامس، الهدف الخامس. 5 اهداف لنادي سلتيك. هل لم يكن متسلل هذا اللاعب ام ماذا؟ نعم، هدف خامس. الخروج لم يكن بالسرعه، وبالتالي 5 اهداف لسلتيك. حكم المساعد الثاني اندي نيوبلي على طول يصر ويصدق على صحه الهدف. بص هنا الخروج، هنا الخروج، هنا الخروج، لم يكن متسلل فعلا.